السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات سارة كوب. اليوم إن شاء الله جبت لكم طبق راقي بمكونات اقتصادية. هذا الطبق الرائع على طريقة الفنادق يجي بزاف 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 بنين. طريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويجي هايل يحمر لكم وجهكم. تابعوا معي الفيديو الأخير، ما تنسوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. نبدا بسم الله. كما راكم تشوفوا هنايا عندي كميه تاع البطاطا. بالنسبه للكميه كل وحده تستعمل على حسب افراد العائله تاعها. حكمت البطاطا تاعي من الاحسن تستعملوا البطاطا تكون الحجم تاعها صغير كما هكذا. نقسمها على زوج ونخويها بهذا الشكل. اذا كانت عندكم يعني متوفر عندكم البطاطا حجمها صغير استعملوها، اذا ماشي متوفره استعملوا حبه كبيره وقسموها. انا كانت عندي حبات كبار قسمتهم باغ حبه كبيره على 3 وخويتهم بهذا الشكل. وهذاك اللي نحيه من البطاطا يعني كنكون نخوي فيها هذوك الزوائد نحطهم على جهه ومن بعد نستعملهم هكذا. نحفرها مليح وكي تكونوا تحفروا فيها سيو ما تثقبوهاش من تحت، وفي نفس الوقت خويوها تكون رقيقه هكذا باش كي طيب لكم طيب طريه، وثاني ما تجيش ثقيله بزاف تقهم. بعد ما كملت خويت البطاطا تاعي نجي نقليها للزوج، هاد الزوائد والحبات نقليهم كيما هكذا. هنايا درت الزيت تاعي سخن مليح ومن بعد حطيت البطاطا لداخل ونقص النار، ما تخليوش النار قويه باش ماشي تحمر لكم البطاطا وتبقى خضره. ومن بعد هذاك الفراغ تاع البطاطا كيما كنتوا هذيك اللي خويتهم هذوك الحفرات راح نعمرهم بالزيت هكذا باش طيب لي من برا ومن الداخل. وهنا النار لازم تكون قليله، ما ديروش النار قويه باش تطيب لكم مليح، وغير تشوفوها حمارت شويه نحيوها وخليوها على جهه. ومن بعد جبت المقله تاعي حطيت فيها شويه تاع الزيت وحطيت حبه بصل الحجم تاعها كبير قطعتها قطع صغار كامل، ونقلي البصل تاعي حتى يذبل مليح هكذا. نقعد نخلط مره على مره حتى يذبل لي ويولي كيما هكذا. هنا بعد ما ذبل راح نضيف عليه كميه تاع صدر الدجاج مرحي، انا دائما نرحيه في الدار هكذا، ونخليه يتقلى مع البصل مليح مليح. وكي كي تحطوه في الاول ما تضيفوش التوابل، خليه يطيب يعني يتقلى مليح مع البصل. كي تشوفوه نشف يعني يتقلى مليح ولا لنا كيما هكذا، هنا نضيف التوابل. درت شويه تاع الملح ونزيد شويه تاع الثوم بودره. هنا التوابل مانيش نكثر باش ما تجينيش الاكله تاعي معمره غير بالتوابل. شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع الكوري، ولا ديروا راس الحانوت اللي متوفر عندكم ديروه، ما تكثروش كما قلت لكم توابل. بعد ما ضفت كامل التوابل تاعي نخلط ونخلي الدجاج تاعي يزيد يتقلى شويه، نخليه هكذا على نار تكون متوسطه حتى يتحمر مليح. واذا كان فيه الماء كيف لازم نخليوه ينشف، ما تخليوش فيه الماء. وهنا ما نطولش على النار بما اني درت التوابل ما راحش نخليه يتقلى بزاف، حوالي 3 دقائق 4 ونطفي النار. وبعد ما طفيت كما كنتم تشوفوا راح ندير ملعقه كبيره تاع جبن طري ولا مثلثات، نزيد كيف معدنوس مقطع رقيق. تقدروا ايضا تضيفوا الزيتون اللي يحب الذوق تاع الزيتون، برك قطعوه رقيق بزاف باش ما يبانش. ونخلط مليح مليح حتى يتخلطوا كامل. وهنايا بعد ما قليت البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا راهي طريه، نعمر هذيك الحفره بشويه جبن مبشور، ما نكثرش بزاف، ندير غير مغرفه صغيره. ومن بعد نعمر بالحشو. هنا كي تكونوا تحطوا الحشو اضغطوا عليه مليح باش يشد في الحبه، وضروري تضيفوا الجبن في هذا الحشو باش كي تحطوا الحشو تاعكم في الحبه راح يشد يعني يجي شويه معجن هكذا. نضغط عليه بيدي مليح ونسقم الحبه. شوفوا كيفاش جات. ونكمل نعمرهم كامل. وبالنسبه للجبن انا درت جبن مبشور، استعملت شيدار، وانتم استعملوا اي جبن متوفر عندكم، تقدروا ديروا حتى الجبن مثلثات. المهم ديروا غير شويه من تحت ومن بعد ديروا الحشو. واذا كان ماشي متوفر عندكم بزاف الجبن عادي تقدروا تستغنوا عليه، تحطوا الجبن غير في الحشو وتعمروا الحبات تاعكم. بعد ما كملت عمرت كامل الحبات تاع البطاطا، دوك نحطهم على جهه ونجي نوجد المرق. في قدره حطيت شويه تاع الزبده مع شويه تاع الزيت ونخليهم يذوبوا على نار قليله. ومن بعد نحط نص حبه تاع بصل، البصل هنا قطعته رقيق كامل ونخليه يتقلى. البصل من الاحسن ترحيوه ما تقطعوش رقيق هكذا باش ما يبانش في المرقه. بعد ما تقلى مليح نضيف له فص واحد تاع الثوم، نرحيه رقيق كامل ونخليه يتقلى غير شويه، غير نشوفه بدا يحمر نحط الشامبينيون. بالنسبه للشامبينيون هنايا غير نحيته بالبواطه تاعو، غسلته مليح بالماء ومن بعد حطيته في طبسي، درت له الماء والخل وخليته حوالي 4 ساعه هكذا باش يتنحاو كامل هذوك المواد اللي فيه.
ومن بعد صفيته وضفته مع البصل والثوم. هكذا نخليه يتقلى مليح مليح على نار قليله، ومن بعد ندير له شويه ملح، شويه فلفل اسود، هذا غير الملح والفلفل الاسود. هكذا نخلط، ما نديرولوش نار قويه، غير تكون قليله. ومن بعد نمرق بالماء سخون يكون يغلي، ندير حوالي كاس تاع الماء ونقص النار ونخليه يطيب غير في غرضو حوالي 10 دقائق حتى يتشرب الماء هذا كامل. كيما هكذا شوفوا هنايا الماء هذا نشف ليه، خليت غير شويه، ما تخليوش ينشف كامل، يبقى شويه فيه. هنا نقص النار كامل، نديرها نار هادئه، ونجيب هذيك البطاطا اللي خويناها في الاول، هذوك الزوائد تاع البطاطا اللي كنت قليتها ودرت لها شويه تاع الملح. وهنا كي تضيفوا البطاطا الطبق تاعنا راح يكون زاكي، يعني يجي يدير كميه كبيره ما شاء الله. هكذا نفرشها كامل من الفوق، ومن بعد نجيب هذوك الحبات تاع البطاطا اللي كنت عمرتهم بالدجاج. ونسيت ما قلت لكمش البطاطا هذه اللي خويتوها كي تقليوها ديروا لها شويه تاع الملح، ما تخليوهاش مسوسه. بعد ما كملت عمرتها كامل كيما هكذا، هنايا نجيب كاس تاع الكريمه السائله نفرغه كامل من الفوق. بالنسبه اللي ما حبتش دير كريمه سائله تقدروا تستعملوا بيشاميل، فقط البيشاميل تاعكم لازم تكون خفيفه بزاف، ديروها خفيفه باش ما تجيكمش هذا الطبق ثقيل بزاف. هنايا بعد ما حطيت الكاس تاع الكريمه السائله درت له شويه ماء، شللته هكذا بالماء وضفته على هذا الطبق، نخليه على نار قليله ونخليه يغلي غير في غرضو. ومن بعد نضيف له شويه تاع الفرماج، انا هنايا كان عندي شويه شيدار مع شويه موتزاريلا، درتهم كامل من الفوق. وكي ديروا الجبن تاعكم لكم الاختيار، حبيتوا تخليوه هكذا على النار، يعني تغطيو القدره تاعكم وتخليوه يذوب غير في غرضو، ولازم النار تكون قليله باش ما تحرق لكمش هذيك الكريمه، ولا تنحيوا له الغطاء وتدخلوه للفرن وتخليوه يتحمر. طبعا اذا كانت عندكم قدره ما فيهاش اليدين تاع بلاستيك، واذا درتو في مقله هذوك اليدين غلفوهم بالبابي الومنيوم ودخلوها للفرن وخليوها هذاك الجبن يذوب وتحمر كيما درت انايا. وانا هنا في الاخر قبل ما ندخلها للفرن رشيتها بشويه تاع العكري، غير شويه هكذا رشات خفاف من الفوق باش يجي المنظر تاعها شباب، ودخلتها للفرن. كانت النار قليله، خليت هذاك الفرماج ذاب كامل وتحمرت مليح من الفوق. وبعد ما طابت كيما كنتوا تشوفوا هنايا راني فرغت شويه في الطبسي، جات ما شاء الله صدقوني روعه. هذا الطبق كي راح نطيبوه راح يشكركم عليه، راح يقول لكم يعطيكم الصحه، بزاف بنين. شوفوا هذيك البطاطا كيش جات خفيفه وطريه، وهذاك الحشو جا بزاف بزاف بنين. وصفه سهله بمقادير بسيطه، على بالي اذا تجربوها راح تعجبكم بزاف بزاف. ما تنساوش تخليو لي جيم لا فيديو وتبارطاجيوها مع اصدقائكم وحبابكم، واستنوني فيديو جاي مع وصفه جديده باذن الله.